بسم الله. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح فيه خدمة الاشعارات او التنبيهات او بالانجلش اسمها بوش نوتيفيكيشن. الخدمة دي مش هيستفاد بيها الا المشتركين معانا بس في موبايل ابلكيشن باسم العيادة على جوجل بلاي. لان الاشعارات بتروح للابلكيشن بتاع المرضى بتاع العيادة، فلازم تكون العيادة مشتركة في الابلكيشن ومعاها ابلكيشن للمرضى ومدية الابلكيشن ده للمرضى عشان يقدروا يستقبلوا عليها الاشعارات. خدمة الإشعارات مقسومة لجزئين. الجزء الأولاني جزء مانيوال، إن العيادة بتقدر تبعت تنبيهات وإشعارات بشكل مانيوال للمرضى، وده موجود من مكانين. المكان الأولاني لو أنا دخلت في قائمة المرضى هلاقي في زرار هنا جرس أحمر، لو ضغطت عليه هلاقي في مكان تكتب فيه مسج وفيه اول بيشنت. لو علمت على اول بيشنت وكتبت المسج اللي انا عاوز ابعتها وعملت سند، طبعا المسج هتروح لكل المرضى اللي عندي، وطبعا المرضى اللي منزله الموبايل ابلكيشن بتاعي بس اللي هو بتاع العياده. يعني انا مثلا لو عندي 500 600 مريض في العياده و50 بس هم اللي منزلين الموبايل ابلكيشن ومسجلين جواه، هم دول اللي هيجي لهم المسج او الاشعار بس. فطبعا كل عياده عاوزه توصل المسج بتاعتها لكل المرضى تحرص على ان هي تخلي المرضى بتاعهم ينزلوا الموبايل ابلكيشن. طيب انا عشان ابعت نوتيفيكيشن هنعمل بس تيست او اكزامبل بسيط. هنبعت لمثلا ده انا هنا عامل شير لموبايل ابلكيشن، وده الموبايل ابلكيشن بتاع المريض اللي اسمه كريم اللي هو ده. فانا هسلكت كريم وهضغط على الجرس وهبعت. لازم طبعا اعمل selected patient عشان انا عامل select، وهبعت اي this is test text ونبعت. طبعا لما اروح ابص هنا هلاقي الاشعار جه اهوت اللي هو this is select text this is test text. دي راح للمريض اللي هو اسمه كريم، يعني هو كريم اصلا منزل الابلكيشن اهوت وراح للمريض اللي اسمه كريم. تمام، ده المكان الاولاني اللي بيتبعت منه الاشعارات. طبعا انا لو عاوز المرضى كلهم او مرضى معينين بس بسلكت المرضى وابعت النوتيفيكيشن بيروح على طول على المريض. طيب المكان التاني ان انا ببعت للناس اللي حاجزين النهارده. تمام، فمثلا انا لو عندي مثلا 10 15 واحد حاجزين في يوم معين، مش لازم النهارده، في اي يوم. يعني انا هنا واقف دلوقتي اليوم النهارده، ممكن اعمل نيكست مثلا يوم بعد بكره مثلا بيومين اقوم باعت لكل الناس اللي حاجزين. ليه؟ لان افرض مثلا انا عاوز اقول للناس اللي انا النهارده مثلا اللي حاجزين في يوم معين ان انا مش هاجي، اعتذر مثلا، او ان انا هتاخر او الميعاد اتاجل، ايا كانت الحاجه ديت. فتسهيلا من السيستم فعمل لك زرار في اليوم الحجز تضغط عليه يبعت لكل الناس اللي موجوده في يوم معين. فمثلا انا في يوم معين في بعض المرضى حاجزين منهم مثلا كريم اللي احنا لسه عاملين عليه تيست دلوقتي. فاحنا جاست بس هنضغط على نوتيفاي من غير ما سيلكت حاجه خالص ونعمل برضو this is test text 2 مثلا واعمل send. هنروح على الموبايل ابلكيشن بتاع كريم هنلاقي برضو الايه النوتيفيكيشن راحت له تاني. يبقى ده كده المكانين الاولانيين اللي احنا بنبعت منه نوتيفيكيشن. المكانين التانيين بقى اللي هو المكان التاني بقى اللي هو النوتيفيكيشن الاوتوماتيك ما بين اللي بيحصل بشكل اوتوماتيك ما بين المريض والعياده في حاله ان المريض مثلا حجز في وقت معين من العياده. طبعا احنا شرحنا الكلام ده بالتفصيل، بس خليني برضو سريعا كده انا هوريكم سريعا كده الحته دي عامله ازاي. ولكن مثلا احنا هنروح على الموبايل ابلكيشن وهروح احجز مثلا في يوم معين. تمام، وهعمل تاكيد الحجز. فحصل ايه؟ فحصل ان المريض ديجيتال كلينيك بقى استقبلت مريض جديد اهو، استقبلت مريض نوتيفيكيشن ان في مريض جه من الموبايل وحجز من خلال الموبايل. تمام، ده نوتيفيكيشن اوتوماتيك بمجرد ما المريض بيحجز بتيجي للعياده. طيب خلينا نرجع للعياده ونروح نشوف هو حجز يوم الاحد. فنبص على الاحد نلاقي ان كريم جه حجز من كريم اهوت يوم الاحد وجنبه عمليه موبايل ابلكيشن. هنضغط عليه ونعمل ابروف
ريزرفيشن. اوكي، كريم هيستقبل ان هو حصل، لو جينا هنا كده هيستقبل نوتيفيكيشن بتقول له تم تاكيد الحجز. تمام. وتفضل بقى النوتيفيكيشن رايحه جايه ما بين المريض والعياده لغايه حتى ما المريض ينهي الزياره. وفي حاله ان العياده مثلا بعتت ابديت على الروشته او المريض او اي حاجه او اي اكشن حصل ما بين العياده والمريض، بيحصل بوش نوتيفيكيشن بالمنظر ده في ديجيتال كلينك. شكرا.